غليان وهيجان رضا عبد العال بسبب فوز الأهلي على بيراميدز بكأس السوبر المصري، وكمان بيسخر من الزمالك. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت أهلاوي أصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. بعد انتهاء مباراة كأس السوبر بين الأهلي وبيراميدز وفوز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري، فقد صرح الكابتن رضا عبد العال وقال: مباراة الأهلي وبيراميدز كانت مباراة كبيرة جدا، كأنها مباراة في الدوري الإنجليزي أو الدوري الأسباني. الأجواء كده والملعب والجماهير كانت حاجة روعة بصراحة. جماهير الأهلي كانت عاملة شكل وروح للمباراة حاجة تانية خالص. وببارك للنادي الأهلي على بطولة كأس السوبر. الأهلي فريق كبير، وأنا دلوقتي عرفت ليه الزمالك انسحب من قدام الأهلي، عشان عارف إنه لما يروح الإمارات هيخسر هناك، هيخسر السوبر قدام الأهلي. منطقي. وعمل موضوع كهربا حجة عشان يفلت من الخسارة. بصراحة أنا مش مع قرار الانسحاب خالص، وكان لازم نلعب حتى لو هنخسر، لأن الفرق الكبيرة ما بتهربش من المباريات حتى ولو بالخسارة. أنا خلاص هبطل أشجع كورة تاني لما الزمالك يرجع تاني، والإدارة تبقى عارفة هي بتعمل إيه وتدرس القرارات صح قبل ما تاخدها، وتظلم مشجعين وجماهير الزمالك إنهم ما يبقوش في حدث كبير زي ده. بجد حاجة تزعل. وده كان رد وتعليق رضا عبد العال على خسارة بيراميدز قدام الأهلي وانسحاب الزمالك من المباراة. وختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك في القناة دعما منك للقناة، وحتى يصلك منا كل جديد.